ما تسافرش على طيران راين اير قبل ما تشوف الفيديو ده. ده صاحب شركة طيران راين اير مايكل أوليري، ثروته 848 مليون يورو، الشخص اللي ورا واحدة من أنجح وأرخص شركات الطيران الاقتصادية في العالم. راين اير حققت مكاسب كبيرة جدا السنة اللي فاتت، 1.9 مليار يورو، وأكتر من 181 مليون سافر على الطيران ده، برغم الريفيوز السيئة جدا على تراست بايلوت. راين اير بتقدم رحلات بتبدأ من 15 يورو لأكتر من 250 ديستنيشن ل 37 دولة في أوروبا وشمال أفريقيا حاليا. راين اير بتستخدم طيارات بوينج 737 من ضمنهم ال 737 ماكس اللي زي ما انتم فاكرين حصل لها مشاكل كبيرة جدا السنين اللي فاتت، ومازال لحد دلوقتي شركة بوينج بتواجه مشاكل كبيرة جدا في الكواليتي كنترول، بس ربنا يسترها. حكيت عن البيزنس موديل للطيران الاقتصادي قبل كده في فيديو عن ويز اير، وراين اير ما تختلفش كتير، وهو باختصار مفيش حاجة ببلاش، انت وشنطتك الصغيرة الانكلودد، واي حاجة تانية لازم تدفع لها. عايز شنطة كبيرة ادفع، عايز تشرب وتاكل ادفع، عايز تعمل شيك ان في المطار ادفع، عايز تختار مكان على الطيارة ادفع، عايز تدخل التويليت في الطيارة ادفع. لا دي لسه معمولهاش، بس كانت فكرة مجنونة من صاحب شركة الطيران. مايكل أوليري عنده افكار مجنونة تانية، زي مثلا ليه لا نشيل التويليت في الطيارة ونوفر 6 اماكن زيادة، او ندفع الناس لزيارة التويليت، او مثلا ليه لا نشيل الطيار المساعد وفي حالة الطوارئ حد من المضيفين يكون متدرب هو اللي يساعد. او مثلا نحط ضريبة للناس التخينة لانه بيتقلوا الطيارة، او يكون في كراسي ضيقة جدا تدينا عدد ركاب اكتر. خد التقيلة بقى، نشيل اخر 10 صفوف ونوفر اماكن وقوف زي المترو كده، وتبقى تذكرة الوقوف بيورو 1 بس، ده على حسب كلام مايكل. Stand on planes to fit more people in, a la the tube. Yes. How safe is that? Very safe. Funnily enough, what we wanted to do was to take out about the last 10 rows of seats. But wait for it. You take out the last 10 rows of seats, and we guarantee that the stand, and we'd have a standing cabin and a seated cabin. The seats would be 25 euros. The standing cabin would be €1. I guarantee you we will fill the standing cabin first. في الحقيقة راين اير طيران مش سيء زي ما الناس بتقول، أهم حاجة تعمل شيك ان اونلاين وتلتزم بمقاسات الشنط، وكل لك وجبة في المطار قبل ما تسافر، وهتبقى رحلة زي أي طيران تاني، ما عدا الهبوط هيبقى مختلف شوية. شكرا للمتابعة وسبسكرايب يا شباب.